البنت دي كانت ممثلة أمريكية صاعدة وكسبت 280 مرة في مسابقات ملكات الجمال، ولكن في يوم اختفت بشكل مريب جدا. والغريب هي التفاصيل اللي مرت بيها قبل اختفائها، والأغرب هي النظريات اللي اتقالت بعد اختفائها. القضية دي بالنسبة لي من أغرب قضايا الاختفاء اللي مرت عليا، وممكن كذلك بالنسبة لك تكون من أغرب القضايا اللي مرت عليك أو مرت عليكي. فمحتاج منك تركز لي وتحضر لي أكلة ومشروب لذيذ يظبطوا لك مزاجك، ويا ريت ما تنسانيش باللايك القمر زيك، ويا سلام لو تروح تعمل كمان فولو على الانستجرام لو لسه ما روحتش هناك. وبسم الله نبدأ بكوهات جديدة. شريكي العزيز ازيك؟ قبل ما احكي لكم بطلة قضيتنا النهارده اختفت ازاي، لازم احطك معايا في الصورة ونرجع فلاش باك لحياتها وتفاصيلها وكذلك نشأتها، لأن دول هم اللي فيهم زتونة الموضوع كله. بتبدأ الحكاية عزيزي مع بطلة قضيتنا النهاردة تامي لين ليبرت. اتولدت تامي في روكليدج فلوريدا، وتحديدا يوم 6 فبراير من سنة 1965. وكانت على عكس أطفال كتيرة طفولتهم كلها لعب. كانت شغوفة جدا بمجال الموضة والأزياء ومضيعة كل وقتها عليهم، واللي كان مساعدها على ده كمان والدتها ليندا اللي كانت بتمتلك وكالة من أشهر وكالات الأزياء، واللي كانت كمان بتشرف على مسابقات ملكات الجمال للأعمار السنية المختلفة. وبدأت تخلي بنتها تشارك في المسابقات دي وهي عمرها 4 سنين بس، ولما بلغت عامها 18 كانت في خلالهم شاركت في 300 مسابقة من مسابقات ملكات الجمال، ولك أن تتخيل إنها كسبت منهم 280 مرة. كانت بنت موهوبة جدا وجمالها ما كانش يختلف عليه اتنين. بس أنا معلش هختلف عشان بصراحة تعبتني جدا على ما اتسطرت. المهم تامي كان عندها شغف أهم بكتير من الأزياء وهو التمثيل، وكان حلمها إنها تكون ممثلة مشهورة ومعروفة، وهي كان عندها كل المقومات سواء في مظهرها الخارجي أو حتى في موهبتها. ولو كانت استمرت في مسيرتها وشغفها كانت هتروح في حتة تانية خالص. تامي أول ما بدأت مسيرتها الفنية قدرت تشارك في أفلام كبيرة ومشهورة جدا في هوليوود، وكانت أول أعمالها دي فيلم سبرينج بريك وليتل دارلينجز، وكذلك شاركت في دور صغير مع غول التمثيل الباتشينو في فيلم من أشهر أفلام الثمانينات وهو سكارفيس. وخد لي بالك كل ده وهي لسه في عمر 18 سنة بس. المهم بعد انتهائها من فيلم سبرينج بريك خرجت في حفلة في عطلة نهاية الأسبوع، وفي الغالب الحفلة دي كانت مع زملائها اللي من فريق عمل الفيلم. وللعلم الحفلة دي كانت قبل مشاركتها في فيلم سكارفيس بتاع الباتشينو، ولكن الحفلة دي هتكون هي النقطة المفصلية في حياة تامي. أول ما رجعت من الحفلة دي كانت إنسان مختلف كليا، بقت عندها بارانويا باستمرار ومنعزلة مع نفسها، وده كان عكس شخصيتها تماما. زي ما قلت لكم تامي كانت بنت بشوشة ومقبلة على الحياة جدا وبتحب كل الناس، لكنها بقت موجودة في البيت على طول ما بتخرجش منه ولا بتقابل صحابها ولا بتقابل أي حد. ووصل بها الحال إنها ما بقتش تاكل من طبقها في أي أكلة، وبقت تاكل من أطباق الناس التانيين أو تأكلهم من الأكل اللي في الطبق بتاعها علشان تقدر تاكل منه. وحتى المشروبات ما بقتش تشرب في أي إزازة مفتوحة قبل كده، لازم تجيلها متبرشمة ومقفولة. وكذلك ما بقتش تخرج من البيت غير لما يكون معاها أي مرافق ليها، ودي كانت سلوكيات غريبة جدا وقلقت كل اللي حواليها، وأولهم والدتها ليندا، واللي بدأت تتكلم معاها وتحاول تفهم إيه اللي وصلها لكده. ولكنها صدمتها لما قالت لها هتصدقيني لو قلتلك إن في حد عاوز يقتلني؟ قالت لها وده السبب اللي بيخليني خايفة آكل أو أشرب أي حاجة متقدمة لي حتى لو منكم، خوفا إنها تكون مسممة وتموتني. فوالدتها قالت لها طب الشعور ده جايلك من إيه؟ يعني إيه حصل لك حاسسك بكده؟ قالت لها أنا شفت حاجة في الحفلة اللي كنت فيها، والحاجة اللي شفتها دي كانت هي السبب اللي هتخلي حد يموتني. واكتفت باللي قالته ده وما قالتش أي تفاصيل تانية. ووالدتها وكل اللي حواليها ما كانوش عارفين هل الكلام اللي هي بتقوله ده مظبوط ولا دي مجرد أوهام وتخيلات جوه دماغها. بس حتى الكلام لو أوهام وتخيلات هيحصل كل ده في ليلة وضحاها، خصوصا إنها كانت كويسة جدا قبل ما تروح الحفلة. المهم استمرت عزلتها دي واستمرت البارانويا اللي عندها لمدة أسبوعين. وبالمناسبة البارانويا دي هو عبارة عن اضطراب بيجي للشخص بيحسسه دايما ان هو في حالة خطر او ان الناس اللي حواليه بيعملوا عليه مؤامرة وعاوزين يأذوه. المهم بعد الاسبوعين دول جالها الدور اللي قلت لكم عليه في فيلم سكارفيس اللي طبعا من بطولة
الباتشينو، والفيلم ده كان سنة 1983. وبرغم ان كان دور صغير مش كبير الا انه كان مهم جدا في مسيرتها الفنية. فكان مكان التصوير ده في ميامي اللي على بعد حوالي ساعتين من مكان الإقامة اللي عايشة فيه. فقررت انها تكلم صديق العيلة واللي كان اسمه والتر ليبوفيتز، اسم محتاج تاخد له كورس تخاطب عشان تنطقه، قصة حزينة. المهم والتر اللي اسم ابوه صعب ده قرر ياخدها لحد ما تخلص تصوير ويرجعها تاني. ولصغر سنها وكذلك جاذبيتها حازت على انتباه واهتمام كل اللي موجودين في لوكيشن التصوير. فأثناء التصوير وبعد ما خلصت الدور بتاعها كانت قاعدة تتفرج على باقي المشاهد، وكان من ضمن المشاهد دي مشهد تبادل لطلق ناري بين راجلين، وواحد من الراجلين دول كان هيموت، وطبعا نتيجة ده هيكون في دم وهمي بيطلع. فأول ما شافت المنظر ده بدأت تبكي بهستيريا، والناس طبعا اللي حواليها مش فاهمين أي حاجة، وبدأوا إن هم ينقلوها في مكان تاني ويحاولوا يهدوها، ولكنها ما بتهداش خالص، وبدأت تقول كلام بالنسبة لهم هم مش فاهمينه، زي إنها في خطر أو في حد عاوز يموتها وهكذا. ففي الوقت ده صديق العيلة اللي راح معاها ما كانش موجود في لوكيشن التصوير، فاتصلوا بيه وشرحوا له اللي حصل وطلبوا منه إن هو يجي يمكن يعرف يهديها. وأول ما جه طلبت منه إنها عاوزة تروح المستشفى وبتفكر إنها تبلغ الشرطة. فحاول يفهم منها هي مالها طيب ولا هي خايفة ليه بالشكل ده. فقالت له أنا في خطر، بس ما رضيتش تقول له أي تفاصيل، وقالت حاجة تخص غسيل الأموال بس ما وضحتش بالظبط هي تقصد إيه. فولتر اللي اسم أبوه صعب ده ما كانش عارف يعمل إيه، فاضطر ان هو يتصل بوالدتها ليندا ويحكي لها على كل اللي حصل. فطلبت منه ان هو يجيبها ويجي، وده بالفعل اللي عمله. وبناء عليه كمان تامي ما كملتش الدور بتاعها في الفيلم. فاول ما وصلت ليندا والدتها طلبت منها انها تبلغ الشرطة وتعرفهم بكل اللي حصل، وكذلك تطلب حمايتهم، وده بالفعل اللي تامي عملته. ولكن ليندا كانت معتقدة ان بنتها عرفت الشرطة كل التفاصيل اللي تعرفها، لكنها اكتشفت انها للأسف ما عرفتهمش اي معلومة، وقالت لها انا عارفة ومتأكدة ان محدش هيعرف يساعدني. وفي الفترة دي المحيط اللي حواليها ما كانوش عارفين هل هي فعلا واقعة في مشكلة ولا الموضوع ده متعلق بصحتها العقلية، وطبعا ما كانوش حابين ان هم يضغطوا عليها بأي شكل. وفي يوم 2 يونيو من سنة 1983 تامي خرجت ووقفت قدام باب البيت بتاعهم، وأول ما خرجت وبدأت تبص على الناس قررت إنها ترجع تاني لجوه البيت، لكنها اتفاجئت إن الباب اتقفل، واللي خلاها تدخل في حالة ذعر وبكاء بهستيريا، وفضلت تخبط على الباب ومحدش فتح. وفي الوقت ده كانت معتقدة إنها هتتقتل لو فضلت بره البيت، فجابت مضرب البيسبول وكسرت إزاز الشباك علشان تقدر تخش جوه البيت. ساعتها والدتها سمعت صوتها ونزلت لها على طول ومسكت ايديها وفضلت تحاول تهديها وتقول لها اهدي انا بحبك وانا جنبك ما تخافيش، وخدتها في حضنها لحد ما بدأت فعليا انها تهدى. ليندا قالت ان اطمنت لما هديت، لكني كنت خايفة ان ده ممكن بعد كده في المستقبل يتكرر تاني. فقررت انها تاخدها في عيادة او مستشفى للصحة العقلية ويعملوا لها شوية فحوصات، وبعد فحصهم ليها وكذلك فحص المخدرات والكحوليات اكتشفوا انها سليمة تماما وكذلك ما بتتعاطاش اي حاجة. واستمرت موجودة في المستشفى دي لمدة 72 ساعة، وبعد كده خرجوها واقروا ان هي طبيعية تماما وما فيهاش اي حاجة، ولكنها بالفعل شكلها اتعرضت لصدمة أثرت عليها جدا. بعد شهر من الواقعة دي وتحديدا يوم 6 يونيو ليندا والدتها سمعت صوت عربية واقفة قدام باب البيت بتاعهم الساعة 11 الصبح، ولقيت تامي واقفة على الباب بتقول لها أنا هروح مشوار وهرجع تاني. لكن ليندا استغربت جدا من حاجة، إن تامي كانت بتهتم بنفسها جدا وما بتخرجش من البيت بأي شكل وخلاص، لكنها المرة دي كانت خارجة حتى من غير ما تسرح شعرها. وقالت إن في الوقت ده حسيت إن دي هتكون آخر مرة هشوف تامي فيها، وقد كان. المهم اللي كان جاي ياخدها بالعربية بره البيت ده كان صديقها كيث روبرت، واللي كانت متصلة بيه مسبقا وهو في شغله، واللي بالمناسبة كان شغال في بنك من البنوك، وطلبت منه ان هو يجي لها علشان يوديها مكان معين. وبالفعل ساق لمدة ساعتين علشان يجي لها ويوديها مشوارها ده. المهم فضلوا يلفوا بالعربية شوية وبعد كده وداها عند شط اسمه الكوكوا، حتى الشط بيدلعوه. المهم يا شريكي العزيز حصل ما بينهم جدل ومشاكل وشدوا مع بعض، وفي الاخر طلبت منه ان هو ينزلها من العربيه. وكان سبب الجدال والمشكله اللي بينهم انها طلبت منه يوديها لصديق ليها بيبعد من مكان الشط
ساعتين بالعربيه، لكنه زي ما يكون قال لها بقول لك ايه، خلي هرموناتك دي تطفح بعيد عني، وشوح لها بايده كده اهو. المهم قررت تنزل من العربيه وسابت الشنطه والجزمه بتاعتها في العربيه. معنى كده انها نزلت حافيه؟ بالظبط، وده كان شيء غريب جدا ومش مفهوم. ومعنى انها تنزل من غير جزمتها في التوقيت ده من الصبح وكذلك شهر يوليو، فحقيقه مش عارف ازاي كانت متحمله الكلام ده. وبالمناسبه الشاطئ ده كان على بعد حوالي 8 كيلو من بيتها، وكانت قبلها على طول اقترضت منه $300. المهم دي هتكون اخر مره زميلها ده او اي حد تاني حتى في حياتها هيشوفوها فيه. والدة تامي بعد كده هتقول ان تامي كانت بتخاف اصلا من الشاب ده، وانا مستغربه ازاي خرجت معاه بالمنظر ده. والشاب ده على حسب ما اتقال ان سمعته واخلاقه ما كانوش كويسين اطلاقا، وبيقال كمان انه كان عنده سجل اجرامي، فليه تختاره هو تحديدا في اليوم ده؟ المهم لو جينا رجعنا يوم واحد بس قبل يوم اختفائها، هنعرف انها خرجت مع صديق تاني ليها كان اسمه سميث ادمز، وقال انها كانت بتحكي له عن ان في شخص بيحاول يقتلها وانهارت قدامه، فعرض عليها انهم يروحوا الكنيسه مع بعض يمكن الامور تتحسن شويه. فبعد ما راحوا الكنيسه قالت له انا هبعد فتره، بس ما وضحتش بالظبط كانت تقصد ايه. فقال انا يمكن كنت عارف انها رايحه كاليفورنيا علشان عندها بعض الاعمال هتصورها. طيب دلوقتي تامي اختفت ومش معروف لها اي مكان، وكذلك مفيش اي وسيله تواصل معها. ولما تقدم بلاغ للشرطه من اهلها، كان في اعتقاد الشرطه من خلال التفاصيل طبعا اللي عرفوها ان بنتهم هي اللي هربت ومفيش اي حد عمل لها اي حاجه، ولكن اهلها كانوا مصرين ان فعلا بنتهم حصل لها حاجه، وبداوا ان هم يضغطوا على الشرطه. الشرطه يمكن اتاثرت وبدات تاخد خطوات، وبدا يتفرض على الساحه شويه نظريات، فخلونا اعرفها لكم. النظريه الاولى كانوا شاكين في الشاب اللي اسمه كيث روبرت، وطبعا ببساطه لان هو اخر شخص شافها قبل اختفائها. وبالفعل طلبوا منه ان هو يعمل اختبار لكشف الكذب، لكنه رفض تماما، ووضح وقال سببه ان دي اجهزه مش موثوق فيها وانا ما احطش نفسي في دايره شك. ولكن لما طلبوا منه يستدعوه علشان يحققوا معاه في مركز الشرطه، فتجاهلهم تماما، ومش بس مره، دول مرتين متتاليتين، وعدهم ان هو هيجي وما راح لهمش. ولكن في التوقيت ده خالة تامي واللي اسمها جينجر كولش كان عندها متجر صغير بتاع ملابس. قالت ان تامي نفس اليوم اللي اختفت فيه كلمتها في المتجر ده 3 مرات، وفي كل مرة كانت منهارة وبتعيط وبتقول لها ان في حد هيقتلها. وده يمكن اللي بيبعد الشبهة شوية عن المعلم كيث روبرت. ولكن الغريب بالنسبة للشرطة لما هو بريء ومش مسؤول عن حاجة، ايه اللي خلاه يتهرب؟ هل عشان خايف مثلا؟ والله وارد. فبالنسبة لهم كانت النظرية الأولى دي شبه باطلة. النظرية التانية ان تامي هربت بالفعل وانتحلت شخصية تانية علشان تقدر تكمل حياتها. واللي خلاهم يفكروا في النظرية دي هي ان الشرطة جالها مكالمتين من ست مجهولة قالت لهم انها شافت تامي بالفعل وانها شغالة ممرضة، ولكنها بتحمل هوية مختلفة. لكنهم ما دعموش النظرية دي قوي، لان تامي كانت شخصية شبه معروفة ووشها يمكن مألوف لمعظم الناس، ومن الصعب جدا انها تعمل حاجه زي كده. ويمكن كانوا متوقعين ان تامي هي نفسها اللي بتضلل الشرطه بالمنظر ده. ولكن اهلها ما دعموش الكلام ده تماما، لان تامي ما كانتش اصلا مهتميه بالطب ولا هو شغفها. وزي ما انتم عارفين ان شغفها واللي كانت بتسعى دايما وراه هو التمثيل والشهرة. ونيجي للنظرية الثالثة واللي كانت مرتبطة بقاتل متسلسل مشهور في الثمانينات، وكان اسمه كريستوفر ويلدر. الراجل المحترم ده كل اللي تعجبه في الشارع يستدرجها بعربيته ويعرض عليها انه هيخليها عارضة ازياء مشهورة، وكان بياخدهم يعتدي عليهم وبعد كده يقتلهم. وكان شكهم فيه لانه معظم الجرائم اللي عملها كانت في نفس المكان اللي تامي اخر مرة نزلت فيه، فشكوا ان هو ممكن يكون استدرجها في اليوم ده على اساس يوصلها مثلا، وبعد كده عمل فيها زي ما بيعمل في الباقي. وليندا والدة تامي في الوقت ده دعمت النظرية دي جدا، وبالفعل رفعت دعوة قضائية ضد الراجل ده. ولكن الراجل ده في سنة 84 توفى بعد تبادل إطلاق النار بينه وبين الشرطة. ويمكن النظرية دي ما كانوش بيدعموها قوي، لأن تامي أصلا كانت بتخاف من القريبين، فازاي ممكن تثق في راجل ما تعرفوش في الشارع وتركب مع العربية؟ وده ياخدنا للنظرية الرابعة واللي كانت بتدور حوالين شاب اسمه جون برينان. والشاب ده كان مدان بالاعتداءات الجنسية وحالات الاختطاف في فلوريدا في فترة الثمانينات برضه، وكان اتقبض واتحكم عليه بالسجن المؤبد، واللي بالمناسبة كان شغال في مكان بيبعد نص ساعة بس عن الشاطئ اللي نزلت عنده تامي
آخر مرة. ولكن للأسف النظرية دي ما فادتهمش بأي حاجة، لأن جون ده انتحر في السجن سنة 2002. ولما حاولوا معاه انه يعترف هل ليه علاقة بموتها ولا لأ، كان مصر ان ملهوش اي علاقة بيها اطلاقا، ولا حتى اعترف لأي حد من زمايله في السجن بحاجة زي كده. النظرية الأخيرة واللي يمكن هي رأيي الشخصي، وفي نفس الوقت كانت آراء بعض الناس اللي من ضمنهم والدتها. من بعد الحفلة وتامي كانت متحولة 180 درجة، وكان في حد مهددها بحاجة ودايما مخوفها، او انها شافت حاجة في الحفلة دي والمفروض انها ما كانتش تشوفها، وهي في الغالب ممكن تكون تجارة غير شرعية او حاجة من الشاكلة دي، خصوصا ان هي ذكرت لقريبهم من العيلة دي ان في حاجة تخص غسيل الاموال. وده طبعا اللي كان باين قبل فترة اختفائها انها كانت خايفة من حد، وكانت يمكن بتقول الكلام ده لأي حد تعرفه. والموضوع ده في الغالب زي ما بنقول كده وراه حد تقيل، لأن والدة تامي قالت إن بنتها قدمت بلاغ للشرطة، وكان ردهم إن مفيش أي بلاغ اتقدم، فأقسمت لهم إن بالفعل بنتها قدمت بلاغ، لكنها مش عارفة بالظبط تفاصيل البلاغ أو بنتها قالت إيه، بس الأكيد إنها مقدمة بلاغ بكل تأكيد. للأسف الشديد والدة تامي ما قدرتش تاخد أي إجابات تطمنها، لأنها في سنة 1995 انتهت حياتها، وكانت أمنيتها الوحيدة تعرف بنتها حصل لها إيه. وسوزان أخت تامي لحد الآن عاملة صفحة على فيسبوك بتحاول تنشر عليها باستمرار علشان الناس تفضل فاكرة قضية أختها، وبتدعو الناس إن أي حد عنده أي معلومة يا ريت يعرفها لهم. انا حقيقه يهمني جدا اعرف ارائكم، او حتى لو عندكم اي نظريات غير النظريات اللي فوق. وحابب برضو اعرف رايكم، هل بتحبوا الغاز الاختفاءات اللي زي دي والقضايا اللي لم يتم حلها ونقعد نسحل دماغنا في التفكير، ولا بتحبوا القضايا اللي تم حلها بس؟ تجربه جديده وحبيت ان انا اشاركها ليكم، فيا رب تعجبكم. صاحبي على فكره الناس دي بتسال عليك بقالها كتير، انا بكلمك بتستحمى، قول هاي لشركائي الاعزاء، قول هاي احترمهم. ولد حبك الحمى يعني، على فكره دي بنت بس انا مش معترف بانوثتها كعادتي يعني. وبكده يا شريكي الغالي جدا تبقى انتهت بكوهات النهارده. كالعاده بشكرك على وقتك العظيم جدا اللي بتسمح لي في كل مره انه يكون من نصيبي. ده انستجرامي لو لسه ما عملتش فولو، واكيد هيشرفني جدا وجودك هناك. وانت عارف يا شريكي العزيز ان ما عنديش اهم من انك تخلي لي بالك من نفسك لحد ما اشوفك الاسبوع الجاي على خير. سلام.